وش رأيكم بسلطان؟ سلطان ذا عسل، دم خفيف وقلبه طيب ورجال، إياكم تزعلونه، ما يستاهل الزعل. أين كان الله تعالى قبل خلق الخلق؟ كان الله في عمائم تحته هواء وما فوقه هواء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وهل كان هناك شيء غير الله قبل خلق الخلق؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، فهو بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، لقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وما مدى علم الله تعالى وقدرته؟ يعلم سبحانه ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان، وكيف يكون تعالى، أنه إذا قال للشيء كن فيكون. وما هو أول شيء خلقه الله؟ أول ما خلق الله تعالى هو الماء، ثم العرش، لقوله تعالى: وكان عرشه على الماء، ثم القلم، ثم السماوات والأرض. وكيف خلق الله السماوات والأرض وما بينهما؟ قال الله: إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانتا ملتصقتين ففصلناهما. وماذا قالت اليهود عن خلق السماوات والأرض؟ قالت أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح يوم السبت، فقال الله: وما مسنا من لغوب، أي وما تعبنا حتى نستريح. ومتى تبكي السماوات والأرض؟ عند موت المؤمن، فما من مؤمن يموت إلا وبكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض. أما موضعه في السماء فموضع صعود عمله، بينما موضعه في الأرض مصلاه. لذلك قال الله عن قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض، لأن ما كان لهم عمل صالح في الأرض وما صعد لهم عمل صالح في السماء. وما هو الباب الذي لم يفتح في السماء إلا مرة واحدة؟ هو الباب الذي نزل منه الملك، ومعه سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة. وهل يشعر الميت بمرور الوقت؟ الميت يشعر بمن يزوره من الأحياء، وكذلك يلتقي بمن مات قبله، ولكنه لا يشعر بالوقت، لقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وكيف يرى النائم الأشياء والألوان أثناء نومه وعيناه مغمضتان؟ يراها بالبصيرة، وهذا أكبر دليل على أن المتوفى يرى في قبره العجب، لأن الله تعالى على كل شيء قدير وعلى كل شيء مقتدر. وما هي الآية التي قرأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتحطمت الأصنام دون أن يمسها أحد؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ما فضل قراءة آية الكرسي بعد الفرائض وعند النوم؟ آية الكرسي من أسباب السلامة من الشيطان، وكذلك من أسباب دخول الجنة أن يقرأها بعد كل صلاة بعد الفريضة إذا سلم. وآتى بالذكر بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، وهي تحصين للمسلم من كل شر وأذى، وصرف لوساوس الشيطان ومكائده، وذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في فضل بعض أذكار الصباح والمساء. كما يأتي الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه.